الزمالك للأسف بأداء محبط وأداء كارثي اتعادل مع المقاولين وعمل 0-0. الماتش ده يتحمله بكل أجزائه وبتشكيله وبكل حاجة فيه فنية هو المدرب يانيك فيريرا. الزمالك دلوقتي في مرحلة مش محتاج مدرب لسه هيجي يجرب، ومدرب لسه هيجي يفتكس، ولسه مدرب هيجي يألف، ولسه مدرب هيجي يعمل مواضيع. احنا محتاجين مدرب اون تراك على طول، مع فرقة، معاه واحد واتنين في كل مركز، مع لعيبه مستواها عالي. لازم يبدا يخلص الماتش من اوله على طول. انت اولا يانيك فيريرا، انت نهيت الماتش اللي فات بتاع سيراميكا كليوباترا بطريقه كويسه جدا. ليه ما بداتش بنفس الطريقه في ماتش المقاولين، مع العلم ان المفروض مقاولين فنيا اقل من سيراميكا كليوباترا؟ انت بسبب انك انت اولا انت استبعدت شيكو بانزا. تمام. في ناس بتقول اصابه، وفي ناس بتقول بسبب عقوبه عشان اعتراضه على التغيير الماتش اللي فات. في برضه يعني في لعيبه معينه بتبقى محتاجه نوع معين من انواع الاحتواء، لان هي بتبقى عندها غيره في الملعب وعايزه تلعب وعايزه تثبت نفسها وعايزه تثبت نفسها للجماهير، خاصه اللعيبه الافارقه يعني. ما علينا من شيكو بانزا دلوقتي. فانت بدات خسران الوينج اليمين، ما عندكش وينج يمين في الملعب. ادم كايد في الوينج الشمال، وما عندكش وينج يمين في الملعب. ادم كايد كان الوحيد اللي بيشد الفرقه، والوحيد اللي هو بيلعب وعامل شكل هجومي الى حد ما. بتلاعب عدي الدباغ، مفيش اي كره بتوصل لعدي الدباغ. الكورتين اللي قدروا يوصلوا له لعدي الدباغ قدر يستلمهم وقدر يعمل خطوره على مرمى نادي المقاولين. ما فيش خطه تكتيكيه واضحه الزمالك بيلعب بيها. يعني انت ما تقدرش تقول الزمالك مثلا بيخترق من العمق. ما تقدرش تقول ان الزمالك بيلعب من الاجناب. ما تقدرش تقول مثلا ان الزمالك عنده اطراف ملعب وبيحركوا الهجمه وبيسقطوا الكره جوه ال 18. مفيش خطه لعب للزمالك تقدر تقف عليها وتقول المدرب عمل حاجه باينه وظاهره للجماهير. الجماهير في الملعب تهز الاستاد، يعني الجماهير في الملعب تخلي عمال غرف خلع الملابس بتوع الزمالك لو نزلوا ياكلوا النجيله. في اداء باهت كده من بعض اللعيبه، واداء كده يعني ايه متراخي من بعض اللعيبه. يعني الكره بتاعت بنتايك اللي في الدقيقه 93 ديت، انا الواحد كان ممكن تجيله ذبحه صدريه بسبب الكره ديت. اللي هو انت في اخر الماتش، ودي كره المفروض تسقطها جوه ال 18 وهي ونصيبها، وانت مش قادر تمد رجلك، الكره بتتخطف منك مرتين والثالثه بتتاخد منك وتروح هجمه عليك. حاجه يعني بصراحه مش قادر افهمها خالص. مع العلم ان المفروض الفريق عامل فتره اعداد كويسه. يعني من فترات طويله الزمالك ما بداش فتره اعداد ومعاه مدربه ومعاه 90% من القوام الرئيسي للفريق، ومع ذلك انا ما حسيتش ان في فرق خالص عن يعني ان هو ما بداش فتره اعداد. انا حاسس ان اللعيبه مش واقفه كلها على رجليها، مفيش خطط تكتيكيه، مفيش حاجه واضحه وظاهره تقدر تقول الزمالك ليه شكل فيها. حتى ماتش سيراميكا كليوباترا انت كنت فنيا مش عالي، مش كويس، ولكن قدرت تكسب الثلاث نقط، وده المهم عند الفرق الكبيره. لكن مش هيبقى كل ماتش في الدوري هتكسب بنفس الطريقه، لان السنه دي انت معاك فرق مستعده لبطوله الدوري بطريقه كويسه جدا. عندك الاهلي وبيراميدز، وعندك المصري السنه دي قوي جدا. المصري السنه دي قوي جدا جدا. فانت ما ينفعش بعد كل اللي احنا عملناه وبعد كل الدعم الجماهيري اللي حصل دوت، وان كل الناس موجوده في ظهر جون ادوارد والاداره، ان يبقى في مدير فني مش على مستوى الفريق ولا على مستوى طريقه الاداره الجديده لنادي الزمالك والفريق كره القدم في نادي الزمالك. وفي نفس التوقيت فكره الاستقرار الفني والاستقرار الاداري والكلام ده كله لا تصلح الان مع نادي الزمالك. انت تعبت قوي عشان تقدر تكون فريق. ما تضيعش مجهودك وتضيع الفريق دوت عشان مدير فني لسه جاي يتعلم فينا الكوره. انا شايف ان هو جاي يتعلم فينا الكوره. اساسيات الملعب، اساسيات الملعب مش موجوده عنده. انت لعبت الشوط الاولاني خسران الوينج اليمين، جيت الشوط الثاني رحت مطلع ادم كايد وخسرت الوينج الشمال. يعني انت لازم تلعب مكسور الجناح في الماتش كله. طيب انت حضرتك نزلت عدي الدباغ ونزلت عمرو ناصر، الاثنين اساسا ستايلاتهم في اللعب قريبه من بعض. الاثنين بيلعبوا الكوره بيزحلقوها بدماغهم. لمين جوه؟ مفيش حد في جوه. نزلت اخوان اللي غير شكل الزمالك تماما هجوميا، غير شكل الزمالك تماما هجوميا. ولكن انت ما اديتش تعليمات للعيبه الفريق ان هي تباصي لاخوان، ان هي تحرك اخوان، ان هي تشغل اخوان. انا بدات احس ان في تعمد ان لعيبه الزمالك ما تبصيش لاخوان. يعني انتوا كنتوا بتلعبوا ناحيه اليمين واخوان مش موجود. اول ما هو نزل وعمل الكورتين اللي عملهم، لقيت كل لعيبه الزمالك كلها نقلت اللعب ناحيه الشمال اللي ما فيهاش حد يلعب شمال اصلا. يعني ما عندكش حد يلعب شمال. معالي كويس وكل حاجه، بس مش هيديك في الوينج ليفت زي ما اداك في الوينج رايت. الماتش اللي فات، الماتش اللي فات نزلت وينج رايت. اللخبطه اللي بتحصل ديت مين السبب فيها؟ المدير الفني. الونش وحسام عبد المجيد. هو اي نعم ما جاتش عليهم هجمات خطر ولا كل حاجه، بس حسام عبد المجيد بقى بيتكلفت بسهوله، بيترقص بسهوله. كل الكرات العاليه بياخدها، لكن كل الكرات الارضيه بيتكلفت فيها بسهوله.
المهاجم بتاع المقاولين كلفته 4 5 مرات وربنا ستر. انت بتبدا كره من تحت، محتاج محمد اسماعيل يبدا معاك كره من تحت، محتاج احمد ربيع يخش في نص الملعب بعد ما يرجع من الاصابه، محتاج واحد بس 6 وتلعب 2 تمانيات، محتاج عبد الله السعيد يلعب 8، محتاج تنزل وينجين محترمين، محتاج تنزل راس حربه، محتاج تغير خطتك وتغير ادائك. اجي بقى نقطه مهمه جدا، مدرب زي يانيك فيفا لو انت مش ناوي انك انت تغيره، يبقى لازم يكون معاه مساعد مصري قوي، شخصيته قويه، عنده رؤيه فنيه، شخصيته قويه على اللعيبه. حازم امام مع احترامي الشديد جدا ليه، لكن هو مش الكاريزما اللي تقدر تسيطر على الفريق بتاع نادي الزمالك وعلى اللعيبه ولا على اللعيبه المصريين. انت محتاج واحد اسد كده زي مدحت عبد الهادي، محتاج واحد من الناس القديمه التقال دول اللي هم ليهم شنه وبنه، وفي نفس التوقيت ليهم راي فني يسندوا مع يانيك فيفا في الحاجات اللي هو بيخرف فيها دي. واخر حاجه، كميه محللين الاداء اللي موجودين ومش عارف السكاوتنج تيم اللي موجودين مع الفريق بره واللي بيصوروا بالكاميرات، معقوله مش شايفين الكارثه اللي بتحصل في الملعب؟ الهبل اللي بيتعمل في الملعب معقوله الناس مش شايفاه؟ محمد علاء اللي مشي وراح وجه ومشي وراح وجه وجيب امر من نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك وبقى موجود جوه الفريق، دوره ايه؟ انا مش جايبه عشان مترجم، انا مش جايب محمد علاء عشان بيعرف يتكلم انجليزي. اصلا يانيك فيفا بيتكلم انجليزي مكسر ومحمد علاء يتكلم انجليزي مكسر، وده اللي واضح ان الفرقه كلها بقت مكسره زيهم في الملعب. محتاجين نفوق، لان البطوله دي لا تسمح انك انت تضيع فيها نقط وتضيع فيها نقط هبله. الدوري ما ينفعش انك انت تضيعه مع ماتش مع المقاولين وماتش مش عارف مع الحدود وماتش مش عارف مع مين. يعني لو هتضيع نقط تضيعها قدام فرقه تقيله، يبقى انت تكسب سيراميكا كليوباترا وتتعادل مع المقاولين في وسط الجماهير اللي كانت موجوده دي كلها. ماتش كارثي بكل معاني الكلمه، ولازم يبقى فيه وقفه عند الماتش دوت، ولازم يبقى فيه رضع للماتش دوت للمدير الفني قبل اللعيبه، للمدير الفني قبل اللعيبه. وان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي يشدوا حيلهم شويه، ومش عايزين نخسر نقط تاني يعني.